وبعدين يا جدعان في نادي الزمالك ده بجد والله العظيم انتوا يا جدعان جلدكوا تخين كده ليه يا جدعان؟ شوف الحق بعينيكوا ومغمضين عينيكوا، الراجل موقوف من الماتش اللي فات وتطلع كل الميديا الزملكاويه هم اللي اعلنوا الخبر ان الراجل اتوقف. وطبعا كالعاده نادي الزمالك ما بيوقفش حد، يعني عارف نادي الزمالك ده لما مؤاخذه في الكلمه لو واحد قلع البنطلون عنده في النادي عادي مش مشكله، حد شتم حد عمل اي حاجه مع حد هو ما بيعتمدش الكلام ده كله. يعني حتى الراجل هناك عامل مصيبه وجاي محبوس وما نزلش حتى عليه عقوبه خالص، وعايز يقول لك انا مبادئ. فين المبادئ يعني هي في اللي انت بتقوله ده؟ انت حتى ما بتحاكمش اللعيبه بتاعتك. خلينا نقف شويه عند بيراميدز بقى. العلاقه يا جدعان ما بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز غريبه، يعني علاقه مريبه. ولا حد طلع من بيراميدز ولا حد اعترض ولا حد قال لك يا جدعان طب بصوا هنا طب شوفوا هنا، عادي مباراة حبيه وديه. دي حاجه تخليك انت تفكر الف مره هي ايه العلاقه الشاذه اللي ما بين الناديين دول. في ايه يا جدعان؟ في حاجه من تحت لتحت؟ لا تحت فلوس، مش يعني الله اعلم بالنوايا يعني. في حاجه من الحاجات دي؟ لو في حاجه من الحاجات دي خلونا نشوف، خلينا نشوف يا جدعان، يعني نعري الموضوع ونشوف ايه اللي تحت الترابيزه عشان نبقى كلنا نشوف وننبسط، ولا ايه؟ يعني العلاقه يا جدعان علاقه مش سويه، علاقه مقلقه جدا. طب انتوا يا جدعان الماتش جاي هتشجعوا مين؟ بجد والله العظيم انا ما بقتش فاهم. يعني فريق بيلعب وفريق بيشجع، انا ما شفتش كده في حياتي. يعني انت دلوقتي لو هتيجي تتكلم على بيراميدز اللي هيرد عليك بتوع نادي الزمالك والله العظيم ثلاثه. يعني بيراميدز دلوقتي يا جماعه بقى ليه جمهور، يعني اللي هو جمهور نادي الزمالك. خلاص جماهير الزمالك سابت الزمالك خالص، انت بقى لما ربنا ينفخ في صورتك نبقى نشجعك. يقول لك انا بشجع الزمالك عشان يكسب. لا يا حبيبي، انت بتشجعه لما بيكسب. يعني في فرق بقى، معلش، انت بتشجع لما بيكسب. طول ما هو عامل كده انا ما بشوفكش ما بسمعلكش. تشجع بقى الاسماعيلي، المصري، النجم الساحلي، بيراميدز، انت ماشي تدور على اي فريق بيكسب، اي حاجه تكسب انت معاها. فريقك بيخسر ما عفوش يا باشا، ما يا عم ده ما تخليك زي محمد منير كده. الراجل يعني بطل يشجع الزمالك من زمان، خليك زيه كده. انت هتطلع عقل محمد منير الكينج ده، الكينج يا ابني. ربنا يهديك يا حبيبي لطريق الحق زي ما هداه. يعني المهم، يعني فكره اللي احنا نخبي الجوابات، انا مش عارف ايه الغيه بتاعت اتحاد الكوره اللي يخبي الجوابات. انتوا ضيعتوا علينا بطوله افريقيا. يعني انا كان زماني دلوقتي اخر 6 سنين معايا 5 افريقيا، كنت عملت ريكورد ما عملوش حد ومش هيعملوا حد. خلتني بس اخر 6 سنين معايا 4 افريقيا، يعني حاجه تحزن. يعني بص انت بهدلتني ورجعت برضو تقولوا خبيتوا الجواب بتاع نادي الزمالك. ايه يا جدعان المؤسسه اللي احنا بنلعب فيها دي؟ ايه الاتحاد ده؟ ايه الجحود ده؟ مش ممكن. انا زهقت من كنت ما كل يوم والتاني بسمع مجاملات لنادي الزمالك. او انت يا زمالك عايز ايه بجد والله العظيم؟ الناس هتساعدك اكتر من كده، تعمل لك ايه تاني؟ الغريب ان انت مش مصدق او مش مقتنع. يا عم نجيب لك الكاسات نحطها في البيت، نجيب لك الكاسات نديها لك نقول لك خد يا باشا خد الكاس اهو، هتفرح انت مبسوط يعني؟ انت عارف اللي هو ايه؟ نام مرتاح ياتيك النجاح. انت عايز كده زمان، مش عايز تتعب، عايز تنصب على الدوله وتاخد قرضها، عايز الحكام تحكم لك، عايز الناس تظلمنا. انت عايز تكسب كده، كل ما كسبك تبقى كده. انما تكسب كوره وملعب لا خالص والله العظيم، ما بتكسبوا ولا كوره ولا ملعب. انتوا في الملعب بتتهلفتوا، انتوا عايزين تكسبوا بالحاجات دي كلها. فبصراحه يا جدعان احنا زهقنا من المنظومه دي بجد. انا نفسي انام واصحى ما الاقيش المنظومه دي ولا الاقي الزمالك عشان ارتاح بقى من كل الناس دي كلها.